عالمصري دور وصور واحكي حكاية شعب. عالمصري دور واسأل مين فينا عاشها بقلب. تلقى الحبايب في ايدك ماشيين معاك في الدرب، قاسمين معاك الابتسامة، صابرين في وقت الكرب. إرادة زي الجبل في الاجتهاد والعمل، على الحياة يقدروا، على الحياة يقدروا، في السلم أو في الحرب. أهلا بحضراتكم وعلى المصري دور. نستكمل في حلقتنا اليوم لقائنا حول مكتبة القاهرة الكبرى وكل ما تحويه وحكايتها منذ البداية. يشرفنا أن يكون في حوارنا ولقائنا مع الأستاذ الكاتب الكبير الأستاذ عبد الله نور، مدير النشاط بالقاهرة بمكتبة القاهرة الكبرى. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. بعد الترميم احنا هنا بنتكلم في مكان يعني فاضي تمام، متميز، قصر المفروض هيكون مكتبة القاهرة الكبرى. فلما بنقول مكتبة دي تحمل معاني كتير، القاهرة قصة وحكايات وحضارات، والكبرى فيعني ايه نوعية الكتب اللي ممكن تشملها مثل هذه المكتبة؟ كيف يتم تقسيمها بشكل عام؟ والله هو طبعا مين اللي قدر يعمل كان معانا أو كان موجود يعني في خطة عمل المكتبة عاشق القاهرة الأول كامل زهير، وتلاميذه اللي بعد كده جمال الغيطاني وغيرهم، دول عشاق القاهرة، يعني بنسميهم عشاق القاهرة. فهو كان أدرى واحد وأكتر واحد عنده علم إحنا هنجيب كتب منين وهنجيب كتب إيه والكتب دي هتخص إيه. لذلك هو خصص مكان هنا في القصر، قاعة كبيرة اسمها مركز أبحاث مصر والقاهرة، جمع فيها نوادر الكتب التي صدرت عن مدينة القاهرة على وجه الخصوص وعن تاريخ مصر بشكل عام باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية. طبعا أي مكتبة بتيجي يتم إنشائها أو بيكون في قرار لإنشائها بيكون في حاجة تسمى لجنة التزويد. لجنة التزويد دي هي لجنة بتشكل من أعضاء مجلس الإدارة، تمام، اللي هم بيقولوا إحنا المكتبة دي مثلا مكتبة عامة يبقى في نوعيات من الكتب هنجيبها. المكتبة عندنا فعلا مكتبة عامة بمعنى الكلمة. المكتبة تحتوي الآن على ما يقرب من 180 ألف كتاب. أظن إن ده عدد كبير جدا، والكتب كمان بتتميز إن في كتب نادرة، يعني ممكن ما تلاقيهاش موجودة غير في مكتبة القاهرة الكبرى. زي ما كلمتك على مركز أبحاث مصر والقاهرة، بيضم كنوز بتتكلم عن مدينة القاهرة وعن مصر بوجه عام. المكتبة هي عبارة عن 3 أدوار. الدور اللي احنا فيه ده دور الاستقبال، وبعدين في الدور الأول ده بيشغل موجود فيه القاعات المتخصصة. عندنا قاعة خاصة بالفنون الجميلة بتحتوي على أهم الكتب اللي تخص الفنون بشكل عام، فن التشكيلي، الموسيقى، الغناء، كل الفنون موجود في قاعة متخصصة للفنون بنسميها قاعة الفنون الجميلة. عندنا قاعة مهمة طبعا جدا فوق، احنا استحدثناها بعد تطوير المكتبة أكتر من مرة، جمعنا فيها الخرائط النادرة
عن مصر في عدد من العصور المختلفة، وسميناها قاعة جمال حمدان. جميل. طبعا الى جانب ان الدور الثالث طبعا بيشغل مركز ابحاث مصر والقاهره اللي هو بيضم طبعا نوادر الكتب. عندنا بقى قاعه كبيره جدا تحت دي بتشغل البدروم، وتم اضافه تعديلات عليها علشان تلائم ان هي تكون مكتبه عامه، سواء في سهوله الدخول او الخروج، او علشان خاطر ازاي نرتب الكتب بالانظمه المتبعه في المكتبات العامه. القاعة دي بتحتوي على 70% تقريبا من حجم المقتنيات اللي موجودة في المكتبة، مرتبة بطريقة بقى لو حد متخصص في علم المكتبات مترتبة بطريقة ديوي العشري اللي بيقسم المعارف الإنسانية إلى 10 أقسام. تبدأ من المعارف العامة تاخد رقم 0، ثم 100 اللي هي بتحتوي على الفلسفة والمنطق وعلم النفس، ثم بعد كده تيجي 200، رقم 200 بياخد الديانات، بعد كده 300 كل العلوم الاجتماعية بمختلف أشكالها، ثم بعد كده عندنا الإدارة، ثم قسم خاص بالجغرافيا، ثم قسم خاص بالتاريخ بشكل عام، تاريخ عام، ثم قسم المراجع اللي هو بيحتوي بقى على نوادر الكتب، إلى جانب إن احنا خصصنا جزء لكاتبنا وأديبنا الكبير نجيب محفوظ، جمعنا فيه كل إنتاجه الأدبي بكل اللغات اللي صدرت أو ترجمت إليه، إلى جانب إن احنا عندنا طبعا اللي قلنا عليه ده كل التقسيمة اللي قلنا عليها دي يقابلها ذلك باللغة الإنجليزية، إلى جانب إن احنا عندنا قسم مهم جدا للأدب الفرنسي أهدته السفارة الفرنسية لمكتبة القاهرة الكبرى عند افتتاحها، وهو طبعا بيضم روائع الأدب الفرنسي، طبعا الكتاب الكبار اللي كتبوا أعمالهم ودراسات عنهم وترجمات عن حياتهم. من هنا لما حضرتك بتتكلم عن الكتب النادرة لازم يتنازعني أمرين الحقيقة، يعني ما بين إنه كحد عايز يقرأ وعايز يعرف الكتب النادرة وعايز يعرف محتواها، فبالتأكيد عايز مش يقتنيها ولكن يعني يستلفها يقرأ شوية، وما بين إن دي كتب نادرة لازم نحافظ عليها. تمام. كيف تتم معاملة الكتب النادرة؟ والله إحنا من بداية إنشاء المكتبة كل مكتبة أنشئت لغرض معين. المكتبة هنا ليها رسالة، رسالتها ان هي تحافظ، يعني نحاول نجمع تراثنا وتاريخنا، ده مهم جدا، الى جانب خدمة الباحثين والدارسين كل اللي يعني يقدر يستفيد من المكتبة، وخدمة الجمهور العام. احنا مكتبة عامة لها اهداف استراتيجية، ان احنا اهدافنا الاستراتيجية المهمة جدا ان احنا مصر تتبوأ مكانتها. ده هيتم عن طريق ايه؟ عن طريق الثقافة، ان يبقى عندنا ناس مثقفين وناس متعلمين كويس جدا. فاحنا كمان من اهدافنا الاستراتيجيه المهمه جدا في المكتبه ان احنا نحافظ على تاريخ وعلى التراث الثقافي المصري. فاحنا منعنا ما يسمى الاستعاره الخارجيه، ولكن عندنا حاجه اسمها الاستعاره الداخليه. يعني ممكن حد يستعير الكتاب داخليا لو نادر ويقدر يقراه داخل المكتبه، يطلع عليه ويقرا، ولو حابب يصور جزء منه ده متاح. ما الذي تحويه هذه الأقسام بالذات؟ يمكن القسم الفن، يعني
والخرائط، لان انا عارفه ان في مكان خاص بالجغرافيا اللي في مصر، وفي خرائط رحنا سجلنا فيه، في خرائط نادره جدا وخرائط عامه. انتوا خدتوا منهم بقى ولا جبتوا الخرائط؟ هل هي خرائط اصليه؟ يعني تفاصيل ما هو موجود داخل القاعه. هو بالنسبه طبعا لقاعه الفنون دي قاعه مهمه جدا. ليه؟ لان احنا بنقع في محيط عدد مهم جدا من الكليات اللي هي بتهتم بالفنون، زي كليه تربيه فنيه وكليه هنا في الزمالك كليه تربيه فنيه. فاحنا طبعا لازم نبقى موفرين الكتب اللي تخدم الباحثين والدارسين، لان ده الهدف الرئيسي لاي مكتبه. الكتب طبعا اللي في قاعه الفنون زي ما احنا اتكلمنا قلنا كتب بتتعلق بالفنون التشكيليه، كتب بتتعلق بالخط، كتب بتتعلق بالموسيقى، بالادب، بالموسيقى، بالغناء. طبعا مجموعه الخرائط اللي عندنا دي مش خرائط اثريه ولا حاجه، هي خرائط قديمه لمدينه القاهره، حصلنا عليها باشكال مختلفه. بقى حد اهدانا خريطه، الكاتب جمال الغيطاني لما كان رئيس مجلس اداره المكتبه جاب مجموعه من الخرائط برضو. يعني اي خريطه قديمه لمدينه القاهره او لمصر فحاولنا نضمها تبقى عندنا. على فكره يعني ايه، ممكن باحثين كتير يستفيدوا منها. الى جانب ان انا طبعا فوق نسيت اقول لكم حاجه مهمه جدا، ان احنا عندنا حاجه اسمها قاعه الدوريات. ودي قاعه الدوريات دي، القاعه دي بتحتوي على مجلدات مختلفه لكل المجلات وكل الصحف اللي كانت بتصدر في مصر في فترات مختلفه من تاريخ مصر. يعني عندنا كمان يعني الصحافه القديمه بقى، الصحافه كلها مر السنة. لان على فكره يعني اقدم صحيفه مثلا من سنه كام؟ في صحف قديمه جدا، احنا بنتكلم ممكن من 1800 تلاقي حاجات موجوده. الى جانب ان عندنا ما يسمى ميكروفيلم. جهاز الميكروفيلم ده تقدري تطلعي على معلومات من خلاله عن طريق الصحف والدوريات اللي كانت بتصدر. ده شكل تكنولوجي شويه، شيء رائع. يعني كمان بتستخدموا التكنولوجيا الحديثه للحفاظ على القديم. احنا يعني اول مكتبه على فكره في سلبيات ولكن في ايجابيات. احنا تقريبا اول مكتبه عامه في مصر استخدمنا التقنيات RFID اللي هي الحفاظ على المقتنيات، اللي هي تقنيه مغناطه المقتنيات بمعنى اصح، عشان الناس ما يعني تبقى الدنيا سهله. هي شرائط ممغنطه بتتحط في كل كتاب، ما حدش بيشوفها، مرتبطة هنا بالأجهزة الإنذار. لو حد حب ياخد كتاب، حد حب ياخد لوحة من مقتنيات المكتبة، لا طبعا الجهاز يزمر عليه على طول. دي يعني أول مكتبة عامة هنا في مصر طبقت تقنيات RFID. عالمصري دور وصور واحكي حكاية شعب، عالمصري دور واسأل مين فينا عاشها بقلب، تلقى الحبايب في ايدك ماشيين معاك في الدرب، قاسمين معاك لابتسامة صابرين في وقت الكرب. بالنسبة للدور الثالث والأبحاث، يعني أعتقد دي هامة جدا للباحثين والدارسين بشكل كبير. ما الذي تحويه وكيف يستفيد منها الباحثين؟ طيب أنا هقول لحضرتك، إحنا زي ما قلت إن القاعة دي اسمها قاعة مركز أبحاث مصر والقاهرة. هي بتهتم على وجه الخصوص بكل ما صدر عن مصر، تاريخ مصر بشكل عام من العصر الفرعوني إلى العصر الحديث. فيها جزء طبعا كتب، كل الكتب اللي صدرت عن مدينة القاهرة. لجنة التزويد اللي كانت خاصة بالمكتبة جمعتها، وإلى الآن نحن نقتني أي كتاب يصدر عن مصر أو عن مدينة القاهرة ويتم إيداعه في هذه القاعة طبعا لخدمة الباحثين والدارسين. هنقول كمان إن المكتبة ما اكتفتش بكده، لا المكتبة عملت سلسلة أبحاث أو كتب دورية كانت بتنشرها، من ضمنها كتاب مهم جدا، لأن احنا طبعا مهتمين بتاريخ مصر وتاريخ القاهرة على وجه الخصوص. كان أحد زملائنا اللي كان بيعمل معنا في المكتبة الكاتب عرفة عبده علي، ده كان متخصص في الكتابة في التاريخ. عمل كتاب هنا من إصدارات مكتبة القاهرة الكبرى اسمه القاهرة بالفرشاة الأوروبية. القاهرة بالفرشاة الأوروبية. هو كتاب من إصدارات مكتبة القاهرة الكبرى. الكتاب ده اتكلم فيه عن كل المستشرقين الفنانين اللي زاروا مصر ووثقوا رحلاتهم بلوحات تشكيلية. ده موضوع هايل. موضوع كان جميل جدا، وكان حاجة مميزة أصدرتها المكتبة. إلى جانب إن إحنا أصدرنا كتاب عن حرب أكتوبر، كتاب مهم جدا جمعنا فيه كل البيانات العسكرية اللي صدرت أثناء حرب أكتوبر وبعد حرب أكتوبر. عملنا كتاب مهم جدا كمان عن البيئة
كل ده من إصدارات مكتبة القاهرة هو الكبرى. دوري ولا لا، على دي حسب أعداد احداث كده، معينه؟ دي أعداد كده كل فترة بتصدرها المكتبة، زي ما الأستاذ يحيى اجتهد وتعب وجمع كل ما يتعلق بتاريخ القصر من عدد كبير جدا من الكتب والمراجع. وإن شاء الله ده يكون مشروع برضو إن احنا نطبع هذا ككتيب أو كتاب يصدر باسم مكتبة القاهرة الكبرى. عالمصري دور وصور واحكي حكاية شعب، عالمصري دور واسأل مين فينا عاشها بقلب، تلقى الحبايب في ايدك ماشيين معاك في الدرب، قاسمين معاك الابتسامة، صابرين في وقت الكرب. إلى جانب كل هذا وكل الكتب النادرة والتاريخ القديم، هناك أيضا أنشطة، وحضرتك مدير النشاط بالمكتبة، هناك أنشطة وندوات ومؤتمرات تقام داخل المكتبة، كلمنا عنها طبعا. واهتمام حضرتك كمدير للنشاط، إيه اللي مهتم إنك أنت تقدمه من خلال المكتبة؟ والله احنا كمكتبة زي ما قلت لحضرتك لنا رؤية ولنا رسالة ولنا هدف بنسعى لتحقيقه. الى جانب ان احنا طبعا كمكتبه احنا تابعين لقطاع المسرح، وزاره الثقافه المصريه، احنا نعمل في اطار ما تريد ان تحققه او نريد ان نحقق اهداف وزاره الثقافه. فاحنا عندنا برامج مميزه، احنا مكتبه عامه بنراعي فيها ما يسمى تكافؤ الفرص. يعني احنا عندنا انشطه للاطفال، عندنا أنشطة لذوي القدرات الخاصة أو لذوي الإعاقة، عندنا أنشطة خاصة للمرأة، عندنا أنشطة خاصة لكبار السن، عندنا أنشطة خاصة للشباب. المكتبة النهاردة خرجت من كونها مجرد مكان وفيه كتب والناس بتطلع، لا، لازم تكون متفاعل ناشط مع المجتمع، لازم يكون في وسائل جذب. احنا بنجذب جمهورنا كمان عن طريق أنشطتنا الثقافية القوية جدا والمميزة. زي ما بقول لحضرتك عندنا أنشطة للأطفال، أنشطة للشباب، أنشطة للمرأة، أنشطة لذوي القدرات الخاصة، أنشطة لكبار السن، أنشطة لكافة فئات المجتمع المصري. عندنا كمان فاتحين باب المكتبة إن هي تكون بيت خبرة للمكتبات الأخرى. يعني أي مكتبة عايزة مساعدة تقنية أو مساعدة استشارية في أي حاجة، فالمكتبة بتقدر تقدم ده ليها. بنتعاون مع محيطنا من الكليات المختلفة، بنفتح باب التدريب لكليات الخاصة بالمكتبات أو الكليات الخاصة بالفنون، يقدروا هنا يعملوا مشاريع التخرج عندنا، وكمان يعملوا ورش عمل بشكل مستمر عندنا هنا كتدريب ليهم عملي داخل مكتبة القاهرة الكبرى. كمان الأنشطة الثقافية لمكتبة القاهرة الكبرى بتراعي عندها هدف مهم جدا. عندنا برامج شغالين عليها، احنا مخططين كويس لبرامجنا الثقافية بحيث ان احنا نستهدف اكبر شريحة نقدر نفيد الناس كويس جدا. احنا عندنا برنامج مهم جدا في الأنشطة الثقافية وهو بنركز عليه، وهو مكافحة التطرف الفكري. ده برنامج مهم جدا طبعا. بنعمل ندوات، بنعمل ورش عمل، بنحاول نشوف دور المؤسسات المختلفة ازاي نحارب التطرف الفكري. يعني ازاي نحارب التطرف الفكري؟ عندنا بنجيب ناس متخصصين، سواء حتى في علم النفس، بنقدر نجيب ناس في علم النفس تتكلم عن فكرة التطرف وازاي بتتطرق وازاي بتخش وازاي نخلي الشباب يبعدوا عن الافكار المتطرفة. دي اهداف مهمة جدا عندنا وبرنامج مهم جدا من برامجنا. عندنا برنامج كمان بقى بيخص بقى يعني المكتبة كأثر وكتراث. عندنا برنامج اسمه حماية وتعزيز التراث الثقافي لمصر. البرنامج ده بنعمل فيه معارض للفن التشكيلي، معارض للتراث، بنقيم فيه ندوات عن كيفية حماية التراث الثقافي والحضاري لمصر، بنعمل ورش عمل عن الحرف اليدوية المصرية، نعلم الناس الخيامية، نعلم الناس الحرف اليدوية، مثلا النحاس، الحاجات اللي هي الأثرية بتاعتنا دي، لا تعالوا تعلموا الحرف بتاعتنا، احنا عندنا حرف مهمة جدا. تاني حاجة عندنا برنامج بقى اسمه العدالة الثقافية، مهتمين جدا بإخواتنا وأولادنا من ذوي القدرات الخاصة،
ليهم برنامج خاص في مكتبة القاهرة الكبرى، وليهم يعني عناية خاصة من إدارة المكتبة ومن إدارة القطاع ومن إدارة وزارة الثقافة في مكتبة القاهرة الكبرى. بنساعدهم في ورش العمل، نعمل لهم ورش عمل، نعمل لهم ندوات تثقيفية، نعمل لهم حفلات، نحاول ندمجهم معانا في المجتمع الثقافي وفي المجتمع بشكل عام. الكاتب الأستاذ عبد الله نور مدير النشاط بمكتبة القاهرة الكبرى، شكرا لحضرتك وبالتوفيق دايما، وحقيقي بنشكركم وبنشكر حضرتك وأستاذ يحيى على هذا المجهود الكبير. شكرا لحضرتك. ومشاهدينا ده كان لقائنا اليوم، شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء على المصري دور. عالمصري دور وصور واحكي حكاية شعب، عالمصري دور واسأل مين فينا عاشها بقلب، تلقى الحبايب في ايدك ماشيين معاك في الدرب، قاسمين معاك لابتسامة صابرين في وقت الكرب.